بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طلاب الصف السادس العلمي، اليوم عندنا المراجعة المركزة والسريعة والملخص لأحكام التلاوة. هاي المحاضرات راح نشرح ملخصات للمادة التربية الإسلامية حتى تذكرك المنهج. بالنسبة لتحميل هذا الملف، إذا تريد تقرأ عليه وتراجع عليه تلقى رابط تحميله في وصف الفيديو أكيد. زين، أول شيء أحكام النون الساكنة والتنوين. هاي المحاضرة راح أشرح بيها ملخص الأحكام، باقي المحاضرات راح نشرح بيها باقي المواضيع. زين، بالنسبة أحكام النون الساكنة والتنوين عندنا أربعة أنواع. النوع الأول حكم الإظهار. حكم الإظهار يقول لك إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف التالية، يعني إذا أجى أحد الحروف التالية: الهمزة، الهاء، عين، خاء، حاء، غاء، خاء، أوكي، التي تسمى حروف الحلق الستة. حتى تسهل حفظها احفظ هاي الكلمة: أخي هاك علمه هذا هو غير خاسر. إذا حفظت هاي الكلمة راح تحفظ الأحرف الستة. زين، ايوه، شلون تعرف حكم إظهار؟ تعرف حكم إظهار إذا اجى بعد النون الساكنة أو التنوين، حروف التنوين هذني، أو التنوين الحركات، إذا اجى بعدها أحد هاي الحروف الستة: أخي هاك علمه هذا غير خاسر، فإذا هذا حكم إظهار. زين، عندك مثال قال لك: من عمل، جتني النون الساكنة، اوكي، بعدها حرف العين، اوكي. زين، عندك منهم، هاي النون الساكنة وبعدها أخي هاك، اوكي. وأنحر، حرف النون اجى ساكن وبعد حرف الحاء بهذه الطريقة. عندك هنا مثال مع التنوين: قويا عزيزة، جرف هار، لطيف خبير. عندك هنا التنوين بعد حرف العين، عندك هنا جرف هار، تنوين الكسر بعد حرف الهاء، أخي هاك. لطيف ها، تنوين الضم بعد خاء، غير خاسر، اوكي. زين، مثلا في حال كلمة منهم، عندك كلمة منهم في الامتحان وزارة تكون إجابة كالتالي: إذا طلب منك الحكم تقول له إظهار. ليش إظهار؟ لأنه جاء بعد النون الساكنة حرف إظهار وهو الهاء. زين، أما جملة عذاب أليم الحكم إظهار، السبب جاء بعد التنوين حرف إظهار وهو الهمزة، أوكي. زين، الحكم الآخر هو حكم الإقلاب. إذا جاء بعد النون الساكنة هاي أو التنوين حرف الباء، يكون الحكم إقلاب. يقول لك شنو السبب؟ السبب جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف إقلاب الباء، ولتسهيل الحفظ باء، أوكي. زين، مثال: من بعد، جتك نون ساكنة، لو تلاحظ من تلفظها من بعد ينبت، تلفظ مثل الميم، أوكي. زين، من بعد، شنو السبب؟ جاء الحكم إقلاب، جاء بعد النون الساكنة حرف الباء وهو حرف إقلاب. زين، سميعا بصيرا، رؤوف بالمؤمنين، آيات بينات. لو تلاحظ هنا جاء بعد حرف باء، جاء حرف باء، جاء حرف باء، فهذا إقلاب. زين، الحكم الثالث وهو حكم الإدغام. كلمة يرملون تقسمها إلى قسمين: قسم إدغام بغنة وقسم إدغام بدون غنة. باختصار، إذا إدغام بغنة ينمو، إدغام بدون غنة راء ولام. زين، شو وقت يكون الحكم إدغام بغنة؟ إذا جاء أحد حروف ينمو، أما بدون غنة إذا جاء بعده أحد حروف راء لام. زين، السبب جاء بعد النون الساكنة والتنوين حرف إدغام وتذكر الحرف ينمو. هنا جاء بعد النون الساكنة أو الحرف بدون غنة وتذكر الحرف. زين، المثال يقول: لن ينال. لو تلاحظ من يرملون، زين، تكتب ينمو، إذن هذا إدغام بغنة. ليش؟ جاء حرف الياء. زين، وجوه يومئذ، لو تلاحظ حرف الياء من كلمة ينمو، فإذا هاي إدغام بغنة. الحكم إدغام بغنة، السبب جاء بعد التنوين حرف إدغام بغنة وهو الياء. الحكم الأخير والرابع اللي هو حكم الإخفاء.
يقول لك إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين الضم والفتح والكسر أحد الحروف التالية. طبعا الحروف هذني صعبات عليك الحفظ أعرف، لكن أكو بيت شعري إذا حفظته راح يفيدك. هو طبعا ما موجود، بس أنا راح أنتقل لك احتمال أحط لك على الشاشة. يقول: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذا البيت إذا حفظته خلاص أنت حفظت هذا الأحرف كلها. تاخذ أول حرف من كل بيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. زين، السبب شنو؟ يقول لك إخفاء. جاء بعد النون الساكن أو التنوين حرف إخفاء، وهو تذكر الحرف. مثال: من ثلثين. صف من تجي تقرأ صف ذا ثنا، إذن حرف إخفاء. فأنصب صف، أول شيء أول حرف جاي صف ذا ثنا، صف النون جاء بعدها أول حرف من حرف إخفاء صف. مثال: عبد صالح، أول حرف صاد، كذاب جزاء صف ذا ثنا، كم جاد شخص، إذا جزاء من أحد الحروف البيت اللي ذكرناه. جنات تجري، إنه تنوين كسر مع تجري. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا في تقى. إذا حرف التاء هو من كلمة تقى. أوكي زين، انتهينا من حكم الإخفاء. هسه عندنا اختبار، راح نقرأ هذا الاختبار. فمن غفي، هاي الكلمة شلون نعرف شنو حكمها؟ نعرف حكمها عن طريق انه نشوف النون الساكنة شنو جا بعدها. بعدها إظهار، هذا هو حرف إظهار. من أخيه، من أخيه. زين، خلينا نشوف شنو حكمها. هاي حكمها إظهار. ليش؟ لأنه جاء بعدها حرف الهمزة. شيء فأتبع. زين، شوف آخر كلمة شيء، إنه هاي جت بيها تنوين الضم. فأتبع حرف الفاء هو إخفاء، لأن جاء بعد حرف التنوين حرف الإخفاء وهو فأتبع. وأداء إليه. زين، شنو هاي حكمها إظهار. ليش إظهار؟ لأن جت الهمزة. لو تلاحظ الهمزة ممكن تجي تحت أو فوق أو واحد. هسه هنا جت فوق. وأداء إليه، هنا إليه بإحسان جت تحت لو تلاحظ، فأنت ما تهتم. زين، وإداء إليه، وإداء إليه جتي هنا تحت. العفو، هنا تحت جتي. تمام. نروح مثال آخر. من ربكم، من ربكم. هذا الادغام الادغام شنو؟ هذا الحكم شنو؟ حكمه ادغام، بس غنة لو بدون غنة. بما انه من حرف الراء واللام، فاذا بدون غنة، وتذكر له السبب. نجي هنا مثلا ورحمة فمن، هنا اجتي تنوين. تجي هسه شوف شنو الحكم. حكم اظهار، اخفاء، قلب، ادغام. شوفوا، فاذا هنا هو جاي يقول لك حرف فاء. الفاء شنو جاية بإخفاء. ليش إخفاء؟ صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. عندنا مثال أخير، مثلا ناخذ عذاب أليم. عندنا هاي التنوين وعندنا بعدها الهمزة جتي، فهذا إظهار يكون لأنه بعدها الهمزة جت. راح ننتقل إلى ملاحظات على أحكام التلاوة. هنا الملاحظة الأولى يقول لك: إذا جاءت النون الساكنة والتنوين وبعدها أحد حروف الإدغام في نفس الكلمة، يكون الحكم هو إظهار. والسبب لكي لا يحصل اشتباه بالمضاعف فيلتبس اللفظ مثل الدنيا. هذا الجواب في حال إذا ورد السؤال عنها، بس إذا قال استخرج لا تستخرجها ضمن الحل. يعني شنو؟ يعني شنو؟ إذا جت النون الساكنة والتنوين وبعدها أحد حروف الإدغام في نفس الكلمة، أوكي، إذا جت نفس الكلمة لا تستخرجها. إذا قال استخرج لا تستخرجها ضمن الحل. بس هذا الجواب ليش ما تستخرجه؟ لكي لا يحصل اشتباه بالمضاعف فيلتبس اللفظ مثل الدنيا. إذا أسألك ليش ما استخرجناها. زين، هسه نجي ملاحظة ثانية على الحروف المتقطعة. الكهيعص والقسم والعسق. يعني أنا جاي ألفظها بهاي الطريقة حتى تبين لك. هي ولا تلفظ طاء سين ميم أو عين سين قاف كاف هاء ياء عين صاد.
كلها مشمولة ضمن أحكام النون الساكنة. هاي ملاحظة لازم تنتبه عليها. زين، الملاحظة الثالثة مما هي من ما وإدغام بغنة، من ومن إدغام بغنة، وهي الكلمة والكلمة اللي بعدها هم أكو حكم. تمام. عما هي عن وما إدغام بغنة، عمن هي عن من إدغام بغنة، وكذلك هي واللي بعدها يشكلن حكم. أوكي، يعني أكو كلمة تجي بعدها تشكل وراها حكم. عما سكون عن ما إدغام بغنة، يعني أوضح لك ممن، يعني إذا جت من ومن وراها كلمة يشكلن حكم. غير الملاحظات يقول لك إن أنا مضارع زائد منصوب هي أن لا تجي هاي ألا أن ولا. أألن أن زائد لن، لإلا هي حرف لام وأن وزائد لا، لإلا. أوكي، لازم تلاحظ تنتبه عليهن هذني. عندك بعدنا ملاحظات. دائما الألف سواء مرفوعة الهمزة أو مكسورة الهمزة أو الهمزة الوحدة في بداية الكلمة، كل هذني يعتبر حرف همزة يعتبر حكم إظهار عند استخراجه. تمام. زين، لما يجي حرف الإظهار الهمزة مو تكتب الألف، لازم إذا لقيت همزة سواء فوق يعني بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة أو بوحدها، كل يعتبر الهمزة إظهار، تكتب ليجي حرف الإظهار الهمزة. زين، النقطة الخامسة، الملاحظة الخامسة، ها الألف لوحدها هاي أو هاي مو من ضمن حرف الإظهار أبدا. مثل نانا، هاي الآية الكريمة، نانا الكلمة الأولى ابتدأت بهمزة وصل، همزة الوصل ماكو حكم إظهار، يعني إذا جيت بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة ما تعتبر حكم إظهار. النقطة السادسة والملاحظة السادسة يقولك بأحكام التلاوة من يطلب ما الحكم الذي لم يرد الإدغام بقسمين بغنة أو من دون غنة، إذا ذكر واحد منهم معناه ذكر حكم الإدغام بالكامل. يعني شنو؟ يعني إذا طلب منك إنه تستخرج الحكم الغير موجود تعطي عليه مثال، بس إذا ذكر لك مثلا حكم إدغام بغنة، ما تجي تذكر حكم إدغام بدون غنة باعتبار الغير وارد، لا، حكم الإدغام ورد انتهى. بغنة من دون غنة لا، خلاص ورد. إذا ما ورد لا غنة والباء لا بدون غنة، فإذا الذكر هو الغير مذكور تعطي عليه مثال. زين، ناقل لك النقطة السابعة، بحكم الإقلاب يكون السبب لمجيء حرف الإقلاب لأنه حرف واحد. ما تقول لمجيء أحد حروف الإقلاب، ليش؟ لأن حرف الإقلاب هو حرف الباء فقط. هاي معلومة في سورة الأنبياء وردت جميع الأحكام، أما سورة البقرة وآل عمران فقط حكم الإظهار لم يرد. زين، النقطة التاسعة، إذا بالأحكام طلب منك حكم معين مثل الإظهار، فأنت بس الإظهار تطلعه مو تطلعهن كلهن. إذا قال لك طلع لي حكم الإظهار وحكم الإقلاب، فقط الإظهار والإقلاب تطلعهن، مو تجتهد وتطلعهن كلهن، ترى الزيادة كالنقصان ما راح يهتم. يعني أنت إذا طلعت مثلا طلب منك 5 أحكام إظهار وطلعت 10 أحكام، أول 3 منهن إدغام، ترى حيعتمد بس على أول 5 وتروح درجتك كلها، فدير بالك من هاي النقطة. إذا طلب منك أحكام النون الساكنة فتطلع فقط النون الساكنة، أما إذا طلب فقط التنوين تطلع فقط التنوين فتح، تنوين كسر، تنوين الضم. وإذا طلب من كلنا فطلع كل شيء تشوفه، أو إذا ما ذكر تطلع كل شيء تشوفه. زين، هسه شكل النون الساكنة أو التنوين في الرسم القرآني. طبعا الرسم القرآني أو الكتاب بشكل كامل معتمد على هذا الرسم. تمام. إذا أجاك بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو خالية، أو إذا أجاك بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل، كله معتمد نفس الشيء. تمام. ومثل الملاحظة الثانية تقول تعين الحكم بشكل كامل يعتمد على الحرف اللي يلي النون الساكنة أو التنوين. يعني أنت شلون تعرف الحكم؟ تعرفه من خلال الحرف اللي يجي بعد النون الساكنة أو التنوين. الجزء الثالث من المحاضرة والأخير هو تمرينات أحكام التلاوة، وهذا راح يكون عليك الجزء. ليش؟ لأن أنت لازم تدرب نفسك على الشيء اللي شرحته أو المعلومات الموجودة عندك. لذلك عندنا التمرين الأول، وعندنا حل التمرين الأول، والتمرين الثاني كذلك وحله، وعندنا التمرين أو فقط تمرينين المذكورات، وهذا حلهن أمامك. رابط تحميل هاي الملازم اللي شرحنا عليها تكون في وصف الفيديو. شكرا جزيلا، نلتقيكم بالمحاضرة القادمة.